سجل بريل إمبولو أول أهداف منتخب سويسرا في بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك في شباك المنتخب الكاميروني ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة. واستطاع إمبولو التقدم لسويسرا بعد 3 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني، بعدما تلقى تمريرة عرضية من شيردان شاكيري قابل بلمسة واحدة إلى داخل الشباك. الغريب أن إمبولو رفض الاحتفال بهدفه المونديالي ورفع يديه في إشارة للاعتذار عن الهدف الذي سجله في بلاده الأم. ورغم حمله للجنسية السويسرية وتمثيله للمنتخب الأوروبي منذ 7 سنوات، إلا أن صاحب 25 ربيعا ولد في مدينة ياوندي الكاميرونية، وغادر إمبولو بلده الأصلي بعمر 5 سنوات يهاجر مع والدته إلى فرنسا قبل أن تتزوج الأخيرة من رجل سويسري لينتقل بعد ذلك للعيش في بازل.